الراجل راح يقدم على استخراج قسيم جواز، لكن بشكل غير متوقع الموظف بلغه ان قسيم الجواز بتاعته هو ومراته مزيفه، حتى الختم البارز كان متزور. الراجل مصدقش، هو ومراته متجوزين رسمي بقالهم 5 سنين. طلب من الموظف يراجع تاني. الموظف قال له مراتك فعلا متجوزه بس انت مش جوزها. احساس وحش جدا بدا يسيطر على الراجل. سال الموظف طب هي متجوزه مين؟ الموظف قال الاسم كان غريبا لكن في نفس الوقت مألوفا. من كام يوم بس الراجل كان راجع من السفر، شاف مراته واقفه قريب جدا من راجل تاني، ولما سالها قالت له انه صاحبها المقرب ولسه راجع من السفر. ساعتها شك شويه بس ما اختارش في باله انهم متجوزين رسمي. الراجل جري على البيت علشان يواجه مراته، لكنه وهو داخل سمعها وهي بتتكلم مع واحده من الشغالات، وسمع خبر خلاه ينهار. مراته كانت عايزه تتبنى بنت صغيره من فتره، وطلع ان البنت دي هي بنت مراته وصاحبها اللي راجع من السفر. الراجل وهو في حاله صدمه وحزن وقع على الارض. مراته سمعت الصوت وفتحت الباب وشالته بسرعه، وسالته بقلق سمعت حاجه؟ رد عليها وقال حاسس بدوخه شويه. مراته اتنفست الصعداء ونادت على الخدامه علشان تجيب شنطه الاسعافات الاوليه، بس وهي بتعالجه جالها مكالمه من صاحبها وراحت جاري ترد عليه وسابته لوحده. الراجل اتكأ على الكنبه ودمعته نزلت من عينه. هو ابن راجل اعمال غني لكنه ضحى بكل حاجه علشان يعيش معاها، ساب كل حاجه وراح يعيش في بلدها. وبعد 5 سنين تعب دي كانت النتيجه. موبايله رن، كان مدير دار الايتام، طلب منه يكمل اجراءات تبني البنت. ولما راح هناك شاف مراته وصاحبها والبنت قاعدين على النجيله، منظر عيله سعيده. ساعتها اي مشاعر جوه قلبه ليها انتهت. فتح موبايله واتصل بالبنت الغنيه اللي كان مخطوب لها زمان. سالها لسه عايزه نكمل خطوبتنا؟ البنت قالت له انها عمرها ما بطلت تحبه وان الخطوبه لسه ساريه. كمان كانت عارفه ان قسيمه جوازه مزيفه من الاول وكانت مستنيه اللحظه دي. اتفقوا انهم هيروحوا بعد 3 ايام يسجلوا جوازهم، لكن قبل ما يمشي قرر يسيب لمراته هديه الاخيره. رجع البيت لقى مراته وصاحبها قاعدين، قالت له ان صاحبها لسه راجع من السفر وما عندوش مكان يقعد فيه فهيسكن معاهم شويه. الراجل وافق، ما بقاش فارق معاه، طلع فوق وهو حاطط خطه في دماغه.